لو فاكر إن النجاح حظ، البرنامج ده هيغير رأيك كل مرة. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. تخيل تبقى جاي من مدينة بسيطة جدا، وبعد سنين اسمك يتكتب في تاريخ العلم للأبد. تخيل تبقى شاب بسيط جدا، مولود في مدينة هادية في مصر، ولا معاك نفوذ ولا شهرة ولا فلوس تفتح لك أي باب. لكن بعد سنين اسمك يتقال في أكبر جامعات العالم، وتاخد أهم جايزة علمية على الكوكب. دي مش قصة ممثل ولا رجل أعمال، دي قصة عقل مصري قرر يثبت إن المستحيل ممكن. في سنة 1946 اتولد طفل اسمه أحمد زويل في مدينة دمنهور، واتربى في أسرة بسيطة جدا. ما كانش الطفل الأشهر ولا الأغنى، لكن كان عنده حاجة أخطر بكتير: الفضول. كان بيحب يفهم كل حاجة حواليه ويسأل كتير، وده اللي خلاه يتفوق في الدراسة من بدري جدا. دخل كلية العلوم في جامعة اسكندرية، وهناك بدأت رحلته الحقيقية. ناس كتير كانت بتحلم بوظيفة مستقرة وخلاص، لكن أحمد زويل كان شايف فيه عالم أكبر مستنيه. بعد ما خلص دراسته سافر أمريكا، والغربة وقتها ما كانتش سهلة زي دلوقتي. لا كان في إنترنت ولا مكالمات سهلة ولا حياة مريحة خالص. شاب عربي بسيط في بلد جديدة وسط منافسة مرعبة، كان ممكن يستسلم بسهولة، لكن اللي حصل إنه اشتغل على نفسه بشكل جنوني. ساعات طويلة من البحث وتعب وضغط وسنين محدش شايف فيها أي نتيجة. ودي أكتر مرحلة الناس ما بتحبش تتكلم عنها، مرحلة إنك تتعب جدا ومحدش بيسقفلك. لحد ما في يوم أحمد زويل عمل حاجة قلبت العالم العلمي كله. قدر يصور حركات الذرات وقت التفاعل الكيميائي في زمن سريع جدا، اسمه الفيمتو ثانية. الاكتشاف ده كان ثورة علمية حقيقية. العلماء وقتها انبهروا، لأن الأول مرة البشر يشوفوا التفاعلات الدقيقة دي بالشكل ده. ومن هنا اتغير كل حاجة. وفي سنة 1999 العالم كله كان بيتفرج على اسم عربي ومصري كمان وهو بياخد جايزة نوبل في الكيمياء. مشهد خلى ناس كتير تحس بالفخر، لأن واحد مننا وصل للقمة بعلمه وتعبه. اللي يخلي قصة أحمد زويل عظيمة إنها مش قصة شخص اتولد محظوظ، دي قصة واحد فضل يشتغل في هدوء لفترة طويلة جدا لحد ما العالم كله اضطر يسمعه. أوقات النجاح الحقيقي ما بيكونش سريع وما بيكونش صاخب، لكن بيكون مبني على سنين من الشغل اللي محدش شافه. يمكن دلوقتي مفيش حد شايف تعبك ولا فاهم أحلامك، بس يمكن بعد سنين تبقى القصة اللي الناس نفسها بتحكيها. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.